في مبالغ رهيبه تتجاوز تقريبا يكونوا يديروا الجمارك والاحصائيات والجمارك ومصالح شرطه الحدود مبالغ بالعمله الصعبه مبالغ كبيره بشكل يومي. وبالتالي جاء التعليم الاخيره تاع 15 ديسمبر ووضعت حد للتلاعبات والتحايل بضروره فتح حساب تعامل نقدي ما بقاش. هذا باختصار. ضابط الشرطه القضائي من المهام الاساسيه تاعو هي جمع الاستدلالات والبحث والتحري. تحرر على مصدر الاموال هذه، يقدر يكون تبييض اموال ولا العمله الوطنيه حيازتها داخل الاكاديميه الوطنيه، ما كان حق مبرر، ما كاش نص قانوني انك تدور بمليار وزوج ملايين، كاش نص قانوني ما كانش كاين غير تعليمات تاع بريد الجزائر انه عندك الحق تسحب معين في حدود 200 دينار جزائري. التعليمه الاخيره تاع بنك الجزائر تاع 15 ديسمبر 2025 اللي وضعت يعني شروط معينه خاصه بالنسبه احنا نتكلموا الوكالات السياحيه والتحايل في ان المنحه السياحيه حولت عن مقصدها. كان السيد رئيس الجمهوريه نص عليها هذه المنحه يستفيد 750 اورو هذه يستفيد منها المواطن الجزائري حتى يدير عطله ولا رحله عاديه. وباعتبار العمله من رموز السياده وجب حمايه هذا الجانب ومكافحه هذه الجريمه اللي تمس بالصرف لانها تمس بالاقتصاد الوطني. من خلال التطرق الى الاطار الدولي والوطني للتشريع المتعلق بمكافحه جريمه الصرف وصور جرائم الصرف واجراءات معاينه هذه الجريمه، كما استمعتم إلى العقوبات المقررة التي قد تصل إلى 7 سنوات حبسا. فمن هذا المنبر أهيب بالمواطن الكريم أن لا يقع في مثل هكذا جرائم، لأن التصدي لمثل هذه الجرائم بالحزم المطلوب من قطاع العدالة ومن عناصر الضبطية القضائية وكل من هو مخول بمعاينة هذه الجرائم فسيقع تحت طائلة المتابعة والعقوبات المقررة قانونا في كنف احترام الإجراءات القانونية. إذن نكرر مرة ثانية أن جريمة الصرف هي جريمة تمس الاقتصاد الوطني، ذلك أن العملة هي من رموز السيادة الوطنية، وعلى المواطن أو حتى المسافر بصفة بسيطة أن يراعي هذا الجانب اللي هو جانب العقابي، وأن كل من يقع تحت طائلة القانون ستتخذ الإجراءات القانونية بشأنه في هذا الشأن. وأهيب به مرة ثانية أن المثال تاع المنحة السياحية هذه قررت لفائدة المواطن، فلا يجب أن تحول عن مسارها أو الغاية التي قررت لها، وهذا ما انتهى إليه نظام بنك الجزائر في 15 ديسمبر التعليمة الأخيرة التي ضبطت العملية جيدا حتى لا يستغل شبابنا من خلال أجهزة أو جهات تحتال على العملية، يعني تغذي السوق السوداء في هذا الجانب. في إطار محاربة ظاهرة الجريمة الاقتصادية ومن بين هذه الجرائم جريمة الصرف، مجلس قضاء الطرف كالعادة بتاريخ اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 نظم يوم دراسيا موسوم بآليات مكافحة جريمة الصرف في ظل التشريع الجزائري. تخلل هذا اليوم الدراسي إلقاء 4 مداخلات: مداخلة أولى بعنوان الإطار التشريعي الدولي والوطني لجريمة الصرف، مداخلة ثانية حول صور التجريم على ضوء التشريع الجزائري، ومداخلة ثالثة بعنوان الآليات من حيث القواعد ونظام المصالحة بجرائم الصرف، لنخلص في الأخير إلى الجزاءات التي أقرها المشرع الجزائري لجريمة الصرف وفقا للتشريع الجزائري.